أهلا وسهلا وصباحكم الصباحي والورد والتفاحي. خدود متابعيني الحلوة فواحة الأرياحي. طبعا تمرين الأب اللي لعبته من كم يوم مزق لي عضلات بطني بطريقة كأني دعمتني سيارة. إن شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء شفت أثر هذا التمرين على جسمي، ثانيا سبب لي سورنس قوي جدا جدا في عضلات البطن، حسيتها تشمخت، والحمد لله إذا كانت عضلات البطن قوية فمعناته الظهر قوي. بالأمس كان تمرين عضلات علوية، واليوم تمرين عضلات الرجلين، فكان الله في عوني. يا هلا ويا مرحبا ويا حي الله الإمارات، ما شاء الله. أي إمارة بصوت واطي؟ أبو ظبي، دار الظبي، ما شاء الله. نبتدي يومنا اليوم مع دار الظبي، حياكم الله. مثل ما أنت عارفة أن قصة جسم المرأة تختلف عن قصة جسم الرجل. فالرجل عريض المنكبين، صح؟ المرأة ناعمة الأكتاف مستديرة الحوض. أحيانا نجد نساء عندهم عرض الأكتاف وفراغ الثدي وضآلة الحوض وكبر حجم الأنف وخشونة الصوت وكأنه مرتفع عندها هرمون الذكورة. وبالمقابل نجد رجال عندهم ضآلة الأكتاف واستدارة الحوض والتثدي ونعومة الصوت. هذا شنو يدل عليه؟ هذا إن دل فإنما يدل على الخلل الهرموني بارتفاع هرمون التستوستيرون الذكري لدى المرأة وخلل هرموني لدى الرجل. فالمرأة راح يبدأ يطلع لها شعر هني ويصير عندها كل الصوت الخشن والعنف وكل العلامات التي لا تدل على توازن هرموناتها. علشان كذي الأشخاص اللي يعانون من هالمشكلة يحتاجون أولا إلى التعديل الغذائي وإلى التدريب الرياضي الخاص بتنسيق جسم المرأة بعدم فتح الصدر، أما فتح الحوض للمرأة، وإن نسكر الصدر، وتعديل غذائي وتعديل في الرياضة، وبعض الفيتامينات والمعادن الناقصة تساعدها في الموازنة. فراح تبدأ تشوف إنه كأن خشمها زقر، ملامحها صارت أنعم، صوتها صار أنعم، الجسم صار له ريشيب تعدل. أوكي، فإذا من بداية حديث أنا استغرب تراكم الدهون عندي فوق بزنودي وفي المنطقة العلوية، أنا ماني عارفة ليش. فإن شاء الله راح نشرح لك بكل دقة وتفاصيل ليش هذا الخلل وشنو الأخطاء التغذوية اللي مارسناها وشلون نعدله بالرياضة. تمام؟ بارك الله فيك. هلا ويا مرحبا ويا حي الله الجيش السعودي. يا ما شاء الله كان نرجع عامرة بهلا. ما شاء الله. من وين؟ من السعودية؟ الرياض. اليوم عندنا العاصمة، يلا حيهم. أهلا وسهلا. نعمة عسى الله يديمها. الحين راح ناخذ حارق الدهون والإلكترولايت.
ما شاء الله تبارك الرحمن، لا اله الا الله. ضموك في خدمة الVIP ولا لا؟ هي يقولوا شنو عندي؟ اللهم صل على محمد. حصنت بقول هو الله واحد. كان وزنه تقريبا 105، نزل الزيارة الأولى 90 صار، الزيارة الثانية صار 85، اليوم صار بالسبعينات. وايد فخورين فيك. واه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدهون الحشوية كانت 20، الدهون اللي على القلب والكبد صارت 17، صارت 14، اليوم 11. اللهم صل على محمد. نسبة الدهون كانت تقريبا 46%، بعدين 40، بعدين 36، 31. اوف انت بطلنا عن جد. دهون البطن كانت 23.1 صارت 18، صارت 15، 13. أيما إنجاز عن جد عن جد. الله أكبر. فعلا فعلا أنت الآن صكيت على كل أبطالنا. كان وزنك 105 والحين أنت بالسبعينات، يعني نزلت 30 تقريبا 35 كيلو. نسبة دهونك تقريبا نزلتها 15%، ودهون البطن نزلتها ما شاء الله 10 كيلوات دهن. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. هذه نتائج أحد مسوي تكميم؟ ما شاء الله. احنا خلاص أنت تمثل نجاح كنرجي، أنت البطل الأول لنا، لازم نكافئك. أنا اليوم راح أسوي خطاب حق الإدارة، أنت لازم تتكافئ. عن جد أنا فخورة فيك. احنا بنتناقش على راحتنا، ماكو صوت طلع من حكي روحي. نتائجه تينن ما شاء الله. موجود يقول والله فعلا يعني هذا أسعدت يومي. أنا اليوم سعيدة وأنت راح تكون جدا مميز عندنا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا التارجت ويت إنها تكون 56. أنا راح أوضح الأرقام بعد شوية. وكاهي اليوم ما شاء الله وصلت التارجت ويت مالها وصارت 56. هذه البطلة نزلت نسبة دهونها في كل زيارة، ونزلت نسبة دهونها في كل زيارة، ونزلت دهونها دهون البطن، ونزلت وزنها، وكسبت عضل. فتستاهل اليوم، تستاهل. ومليون بوسة حق أبطال كنرجي. وش هالصباح الزين مع أبطالنا، واحد تلو الآخر. شكرا لنجاحكم يا أبطالنا. هناك بعض الأشخاص اللي يصير عندهم خلل في كهرباء الخلية بسبب الأعصاب اللي تصير عندهم، سواء أعصاب من الخدم اللي ما يفهمون، من الأطفال الشياطين بالدوام، مرؤوسي في العمل، مع الزوج، مع الأهل الأقرباء، في مواقف معينة في محيطك الاجتماعي تزعجك وتخليك على طول في حالة غضب. طبعا انت وجودك اليوم كأم عندك أبناء من الصبيان والبنات مثلا ما يحلون الواجب، يطقون بعض، شياطين، يعفسون البيت، فأنت قاعدة في حالة تشنج 24 ساعة. وخصوصا أن أنت تبين الحياة المثالية، فمعناتها مو قادرين نخفف التوتر. حتى إحنا دائما نقول التوتر ما نقدر نمنعه، بس على الأقل نقدر نخففه. فإذا في هذه الحالة هم شنو تعودوا أن ماما كلها تصرخ، صح؟ ضحكتي شفتي يعني كلها شو تقولي اقعد بس ليش عودتيهم على هالاسلوب. غلط غلط. حركتي دمك، قاعده تعيشين انفعال. انت الحين في حاله انفعال 24 ساعه. مو الانسان لما يعصب يصير وجهه احمر وراسه يعوره من كثر الصراخ، فانت كلها كذي 24 ساعة لازم انت هدوء. فانت علمي عيالك ان في العقاب والثواب، مو قلنا هالشيء قبل؟ خليه هو يتحقرص وانتي قلبك بارد. اشتري هدية حلوة وسويها تنافسية. قولي يلا عندنا 3 هدايا، المركز الأول والثاني والثالث، وهذا البرنامج 4 أسابيع. يلا منو يجيب هابي فيس أكثر؟ الله ماما شلون راح نجيب هابي فيس؟ نحل الواجب، ما نطق إخواننا، نحافظ على نظافتنا، ننام مبكر، الصبح نقوم مبكر، ناكل عدل. وعاد لما تحطي له هابي فيس يستانس، وانتي لا صرختي وهو مستانس. لا هذا طريقة التربية الأمثل. لأن صراخ بالعكس أصلا فيها هالي يستانسون وهم تصرخ، ينرفزونها وهي تصرخ يضحكون. ما لا طبنا ولا قد الشر. عندنا أحد مراجعين نادي كنرجي ما شاء الله متقدمة الحين بس ما أقدر أصور النادي برايفت بس حق النساء. عندنا أنا قاعدة أصور نفسي ما حد يبين. كم من 1 ل10 تغيرتي؟ 8 من 10. الله صفقولها يا بنات، صفقولها. ما شاء الله. تحبين نادي كنرجي؟ طبعا
طبعا يا 180 درجة. يا عمري والله من دواعي سرورنا. اسعدني هالكلام حبيبتي، من هالافضل. الجهرة نروح المقبولة. يا عمري صارت التجارية صارت اقرب لنا. زين الحمد لله. الشتاء القادم انت متغيره وافضل باذن الله. نيو لوك. شكرا حبايبي. يا حي الله بطل كنرجي، يا هلا ويا مرحبا. طبعا انت كنت المركز الاول بلا منازع في كنرجي من حيث بطولتك وانجازك وارقامك وقراءاتك، وانا اشكر اصرارك وحرصك واستمرارك على التقدم نحو هدفك. اليوم طبعا نافسك احد مراجعينا احتل المركز الاول وانت نزلت للثاني، لكن هذا الميدان يا حميدان وان شاء الله انك قادر تتجاوزه، وانا احب المنافسه الشريفه بين الابطال. اقوى تحيه. برافو. نشجعك يعني ما شاء الله صراحه.